ده ايه ده يا زياد؟ ده سواق هركليز الله يرحمه. نفس المباني وشكلها ورصتها على الجبال. جرب الحمص وادي الكنافه الجميله. عمر فلسطين الاردني ده رقم واحد. المحتله الطيران مش هتيجي ما بتتقطعش. انتوا اقوى من الدولار واقوى من اليورو. 100 دينار ممكن يقعد سنتين ولا حاجه. ورايا حرفيا القدس. جبل القلعه ده مكان، اول مكان المفروض تروح اول ما توصل الاردن. هنا تطلع تشوف عمان كلها من فوق. المفروض دلوقتي احنا هنطلع هنا فوق. دي كده اعلى نقطه موجوده هنا في الجبل ده. طبعا في جبل نعور اعلى منه، بس دي طبعا اعلى نقطه لكشف المدينه كلها. طبعا احنا الحمد لله دخلنا، بس في تذكره دخول تقريبا 3 دينار. فده كده هيبقى الفيو. طبعا دي واحدة من 7 تلال في الأردن، وتعتبر أعلاها، وبتقدر من خلالها إنك تشوف المنظر بتاع عمان كله. فيلا بينا ناخد لفة كده في المكان ده. كده الفيو اهوت من هنا زي ما انتم شايفين المدينة تحت، وده هنا المدرج الروماني. نفس المباني وشكلها ورصتها على الجبال دي برضو موجودة كذلك في لبنان وموجودة في سوريا. لكن مش موجوده في دولنا، يعني في مصر عامه مش ما عندناش احنا المنظر ده اللي هو نطلع على الجبل نبني عادي جدا. بس من ناحيه هندسيه بما اني مهندس مدني يعني، فلازم احط التاتش بتاعي في كل فيديو. المباني هنا صعبه جدا في التاسيس، انك تاسس المبنى على جبل ده صعب جدا. لكن بيبقى فيه ميزه بعد كده على المدى الطويل، ان الصخر ما بقاش فيه سيتلمنت، ما بقاش فيه هبوط، فالمبنى بيفضل ثابت مكانه زي ما هو وبيعيش فتره اطول يعني. في فكره هنا صور كثيره جدا في الحته دي، صورت واحده منها هوريها لكم دلوقتي. بس يعني ده حجم البني ادم. اصلا عندنا الحديث بيقول ان احنا في الاخر خالص هنبقى طول سيدنا ادم، اللي هو كان 70 ولا 60 ذراع. 60 ذراع كان طول بني ادم عادي يعني. تقدر برضو بالتيكت اللي معانا ان انت تدخل المتحف ده متحف الاثار الاردني. في برضو الهيستوري بتاع المكان كله، تقدر انت تخش بيه بنفس التذكره اللي هي 3 دينار اللي احنا دفع عليهم يعني. تلاقي رؤوس لآلهة رومانيه وحاجات من العصر البيزنطي، وطبعا دي كلها حاجات من العصر الروماني القرن الاول ميلادي والثاني ميلادي، واشياء من العصر المملوكي كذلك العصر الاموي، وفي حاجات كمان يعني قبل الميلاد. شايفين؟ باختصار انت بتعرف تاريخ الاردن كله بالاثار اللي كانت موجوده فيه، لان الاردن مر على اكتر من مرحله، ومن اول ما قبل الميلاد لحد النهارده موجود هنا في المتحف ده. ده ايه ده يا زياد؟ ده سواق هركليز الله يرحمه. الله يرحمه. دي كانت حته من راسه ولا حته من ايه دي؟ دي بطنه تقريبا. تخيل ده كان صباعه. شايف زياد قد ايه وصباعه قد ايه؟ بطيخه يا صاحبي. احنا كده بناخد روز مالي. ده قانوني الكلام ده؟ بتعترض على الحكومه؟ بس احنا المفروض احنا في معلم اثري وكده. بس ده انا بجيب هديه للوالده يعني، هي دي الهديه. جايب لها روز مالي من الاردن. تسلم ايدكم. شكرا جدا لحضرتك. ما معك كيس؟ لا خلاص معانا شنطه خلاص. يلا السلام عليكم. اهلا بيك. اهلا بيك. شايفين الهدايا؟ شايف الهدايا؟ شايف يا اسطى الهدايا؟ جايبين روز مالي من اصله من السورس. حط يا ابني في الشنطه. طبعا احنا حاولنا ان احنا نقطع ما عرفناش. اسم الحاجه ايه؟ ام مراد. ام مراد هتساعدنا وهتعلمنا ازاي بنقطع الروز مالي من على الجبل. ايوه شوف بتطلع مظبوطه ازاي. انا لو جيت اقطع واحده مش هتيجي هتفرط. ما بتتقطعش. شايفين؟ انت اسف. ما انا اسف. ما المفروض اعمل ايه طيب؟ شايف خبره برضو في تقطيع الحاجه. اكسبيرينس. تسلم ايدك. خلاص كيف احنا كده هنخلص لكم الروز مالي اللي في الاردن. انت حبايبك. تسلمي ربنا يعزك. انا ابني قاعد في مصر الشهر الماضي. وانا مصر بتجنن. لا جميله ما شاء الله. انا نفسي اروح على الصعيد. بس الصعيد؟ انتم بعملتكم يعني بقولي عندهم رخيص. اه غالي. هو بصراحه اصلا يعني العمله بتاعتكم ما شاء الله اقوى عمله شفتها لحد دلوقتي يعني. صح. بالنسبه لنا 100 دينار ممكن يقعد سنتين ولا حاجه. ايوه. اما بالنسبه لكم لا انتم. صحيح. لان احنا عندنا جيراننا مسار ما شاء الله عنهم. بني القصر هنيك هو عملتنا احنا يعني. طبعا طبعا. بيشتغل. انتوا اقوى من الدولار واقوى من اليورو ف اقوى. حقكم. يعني بس تسلموا على الهديه دي. خلاص انا قرايبي كلهم اديهم روز ماري خلاص. هي دي الهديه خلاص. شكرا. نروح بقى للنكست ديستنيشن وهي المدرج الروماني. وبكده نكون وصلنا للمدرج الروماني. زي ما انتم شايفين الدنيا فاضيه خالص عشان احنا بالنهار، فبالليل الوضع مختلف تماما. الساحه دي كلها بتكون مليانه بني ادمين. فلسطين المحتله الطيران الحربي بيتنقل من حين اخر. متخيلين الموضوع محلات في وسط الجبل كده، وده طريق احنا جايين منه جبل برضو، وهنا مخرج منزل وهنا منزل.
ده زياد صاحبي، يعني احنا ماشيين كاني في المانيا بالظبط. عمال فاكرين لما كنت بنزل فلوجات عن الهايكنج، احنا هنا بنعمل هايكنج واحنا ماشيين جوه المدينه، مش محتاج تروح بره، هو جوه المدينه نفسه عمال تطلع وتنزل. ده كده الزي الرسمي بتاعهم اهوت، ثوب الاردني الاصيل. طبعا الاهتمام بالقضيه الفلسطينيه هنا موجود بشكل واضح جدا 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 ما شاء الله. عمر انا كبير في العمر بدون هدف بدون الشراشيب دي هيك شايف يعني اللي محليها ايش؟ الشراشيب اللي محليها، فاهم؟ هي واحده طريق مخطط الثاني نفس منظره حلو؟ انا اشوف يعني كده بيت فلسطيني خلاص؟ اخد جنسيه؟ ده كده اللفه دي اللي هي على الراس، او ممكن احطه بقى على كتفي زي ما حطيت لك اياها، او فيك مثلا تحطها زي دي يعني احطها زي دي. انا غالبا هحطه زي دي، بس في هاي اللفه شوف هاي هاك شوي بس بالشتاء بدل لا دي جامده، احلى بدل دي محتاجه انزل مظاهره بيها دي. ايوه والله اقوم اعملها كده ايوه ودمر الدنيا ودمر الدنيا. بالله ايه رايكم؟ جميله؟ دفعناها، هي كانت ب7 دنانير وخدناها ب5. ما اعرفش تضحك عليها ولا لا، بس يعني انا شايف ان انا مبسوط. جيت بقى تتكلم مع اي حد اردني هيقول لك في مطعم اسمه مطعم هاشم، بيبيع فول وطعميه عادي جدا وحمص، بس يعني من اشهر المطاعم اللي هنا اللي لازم تجربه. تمام؟ فاحنا داخلين دلوقتي نجربه. ما شاء الله هو زي ما انتم شايفين. طبعا اول حاجه بيقدم لك طماطم ومخلل وعليها حته نعناع كده، لقطه جميله جدا. ونزل الاكل الحمد لله. طبعا ده الحمص الاردني المميز، عليه حمص قطع زي ما هو، وعليه التتبيله الخاصه بتاعتهم. طبعا زيت الزيتون معروف، يعني زيت الزيتون الفلسطيني الاردني ده رقم 1. تتبيله برده كذلك على الفول، وعليه طحينه بتاعتنا عاديه. وطبعا الفلافل بتاعتهم مش زي بتاعتنا، دي فلافل حمص. وده العيش. فيلا بينا نجرب بقى. بسم الله. اول حاجه خلينا نجرب الحمص. بسم الله. جامد جامد. دي الفول بقى. الفول محتاج ليمون، بس الحمص جامد جدا. انا عايش في المانيا، فالفلافل طبعا نفس طعم الفلافل بتاعت المانيا. ده اجمد حاجه الحمص. يعني ممكن ارجع الفول واجيب حمص تاني. حبيبه حبيبي، اهلا بيك يا فندم. طبعا ده كده رقم 1 اصلا هنا، حبيبه ده. وادي الكنافه الجميله دي الناعمه. بسم الله الرحمن الرحيم. واه الله، سكرها مظبوط، جميله والله. اتاكد بس، اتاكد ان طعمها نفس الطعم. على فكره القطعه اللي انتوا شفتوها دي 75 قرش. يا سلام، تستاهل بقكم، لازم تجربوها. تاكل هاشم تيجي تحل عند حبيبه. قدام حبيبه الناحيه الثانيه هتلاقي حاجه اسمها ذكريات البلد، وفي متحف هنا اسمه متحف اهرامات عمان، الدخول مجاني. متحف باختصار هو عباره عن ان انت بتبقى ماشي كده في وسط اللوحات اللي كانت متعلقه في البلد من زمان، فتلاقي كل لوحات الشركات، الاعلانات، موقف الباص كان شكله عامل ازاي، كل الكلام ده كله. اهلا وسهلا فيكم في متحف اهرامات عمان. الداعم الوحيد لهذا المشروع هي شركه خطاب. تمام. طبعا هاي صورة مؤسس المتحف مع اول قارمة حصل عليها، والقارمة موجودة هون. صرصور؟ قارمة صرصور، صرصور رسم عائلة فلسطينية. تمام. ملابس الكوفية حاليا. انا بحاول انا اندمج مع الوضع. اهلا وسهلا فيك. تمام. طبعا هذا المتحف مخصص لتجميع اهرامات عمان القديمة، خصوصا اللي كانت موجودة بوسط البلد. حلو. اهرامات معناها لوحات. يافطة. يافطة. احنا هنا من 1986 بدأ أول لوحة حصلوا عليها هنا. سنة 86، والقارمة هي نفسها هون. هي أقدم قارمة بالمتحف، عمرها 75 سنة، موجودة هون. المخزن مالتها 10. ما شاء الله. فخدنا معلومة عامة عن الموضوع، بس يعني أنت هنا كأنك
رجعت بالزمن لورا. فرصة برضه كويسة انت ممكن تيجي هنا تكتب اسمك. طبعا الموضوع في مكان يعني هو هديك اسم عبد الله دلوقتي. ما شاء الله. ذكرى جميلة وده كيو ار كود لو حد عاوز يتابعهم. يعني كل اللي احنا شايفينه هناك ده هاي فلسطين. الضواو هاي شايف اللي بعيد هذيك. هاي الضواو كلها فلسطين. كل دي فلسطين. كلها هاي فلسطين. ما شاء الله. هي هذيك الضواو هذيك شايفينها؟ اضواء هذه طلة القدس. يعني لو ما نطلع فوق ان شاء الله هنا هنشوف القدس هناك. يعني الاضواء اللي هناك دي دلوقتي دي كده فلسطين. سبحان الله. دي اقرب نقطة تقريبا يعني احنا في الصمت. كده بتلاقي هنا ابعد القدس من هنا 86 كيلو، ساعة ونص وبكون في القدس. ده مكاننا وده مكان رام الله، ده مكان القدس. شايفين؟ اهو. فحاليا ورايا حرفيا القدس. ساعة ونص من هنا اكون وصلت القدس خلاص. شعور غريب. ربنا يفرج عننا جميعا ويعني يفرج عننا الغمة اللي احنا فيها ان شاء الله. هناك دي كده فلسطين. كان نفسي اجي هنا بالنهار والله، كان نفسي اجي هنا بالنهار. تخيل دي كده الاردن هنا وهنا دي فلسطين. الحمد لله. ده احنا في منطقه اسمها مطل القدس، بيطل على القدس. ودي مكان على فكره للخروجات. شايفين العربيات واقفه ازاي؟ شايفين العربيات؟ العربيات واقفه على طول الطريق، على طول الطريق واقفين عشان يتفرجوا على المنظر الجميل اللي هو فلسطين المحتله. ربنا يعني ينصرنا جميعا يا رب، يحرر هذه الارض وترجع تاني ارض عربيه. نسافر بقى المره الجايه ان شاء الله لما اكون في الاردن، اخد بقى العربيه بتاعتي من هنا ونروح ناحيه. انا دايما حاطين جواكت على الكراسي كلها عشان خاطر الجو هنا ساقع جدا تقريبا. يعني انا جايب نص كم.